وأنا داخل على الاستوديو لقيت أبا العلاء شيخ محمد يعقوب حفظه الله، فوقفت معه دقيقة فسألته عن أي شيء كان يتكلم. قال لي عن فالنتينو. طبعا أنا أول مرة أسمع الموضوع يعني. قلت له إيه بقى الموضوع ده؟ قال لي في عيد الحب. قلت له إيه عيد الحب ده؟ قال لي النهاردة عيد الحب. قلت له زي يعني زي شم النسيم كده وعيد الأم والكلام ده. قال لي بالضبط. طبعا أنا يعني آتي من بلدي إلى هنا، ما بدخلش بقى القاهرة ولا الكلام ده هوت ولا أرى. قال لي لا، لن ترى أحمر من هذا اليوم. القاهرة كلها حمراء. فتعجبت، سبحان الله، أيفعل هذا رجل حشي قلبه بمحبة الله؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من الذي يملأ الحدائق الشوارع بأعياد الكافرين؟ مش هم المسلمون الذين يملؤون الحدائق ويملؤون الشوارع وينفقون من الأموال في الشيء الفارغ الذي لا قيمة له، ما يحتاجه كل ذي كبد رطبة. في ناس لا يجدون الدواء ولا يجدون الطعام. الناس دول نحن نلقاهم كل يوم بالمئات. هؤلاء الناس، رجل عنده مرض مزمن، رجل عليه دين هيدخل السجن، لا نجد له من المال ما نسد جوعته أو نشتري به حريته. والملايين المهدرة في الدباديب والورود الصناعية والكلام ده هو، فضلا عن المكالمات. احنا هنا في مصر بننفق، ده الكلام ده الإحصائية دي قديمة، أكثر من 12 مليار جنيه مكالمات تليفونية في المحمول. 12 مليار. أنا يعني نما لعلمي لم طبعا أستوثق من هذا ولست حريصا على البحث عن هذه الإحصاءات. بيقولوا في 17 مليون مشترك في مصر. 17 مليون محمول. دي عبارة عن أموال تايهة في الهواء. احنا بنعاني ما نعاني، عايزين فلوس عشان نستثمرها على الأرض. لما يكون 12 مليار ولا 20 مليار عملنا بها مصانع، شغلنا بها الشباب، عملنا بها مشروعات، مش كان ممكن نطلع من الأزمة الاقتصادية التي تخنقنا الآن؟ نوع من السفه الكامل في الإنفاق. اهو احنا بنتكلم اهو، الرجل الثالث الرجل الرابع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ده معظم هؤلاء من هذا الجنس. إنما أهل الديانة يعرفون أنهم إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة سيسأل 4 أسئلة، سؤالان منهما عن المال. تصور بقى نصف الأسئلة يوم القيامة في هذا اليوم الرهيب الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدنو الشمس من رؤوس العباد ويبلغ بهم من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، يستشفعون بكل شفيع حتى ذهبوا إلى الأنبياء، والأنبياء كل واحد يقول نفسي نفسي. إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. إن الله تبارك وتعالى لم يستوف غضبه في الدنيا، ولو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب. إنما
يقبل توبة التائب لعموم رحمته وتقدمها على غضبه تبارك وتعالى. وهذا الحديث نص في ذلك: إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قبل ذلك قط في الدنيا، ولا يغضبه بعد ذلك قط. الأنبياء كل واحد بيقول نفسي نفسي، أكمل الناس وأول من يدخل الجنة من بني آدم، ونحن نقف عشان نسأل 4 أسئلة. سؤالان عن المال: من أين اكتسبته وفيما أنفقت؟ يحرم على المسلم أن يشارك غير المسلم من الكافرين في أي عيد من الأعياد، لأن دي مسألة خاضعة أو نابعة من المودة والرحمة. نعم، أنا أعدل معهم، نعم، أعاملهم بالقسطاس، نعم، لا أسرقهم ولا أظلمهم ولا أجور عليهم، نعم، لكن الود والبر إنما يكون لأهل الإيمان فقط فقط. احنا عايشين الآن في أعظم محنة، كل محجمة دم في أي جنب من جنبات العالم هي دم مسلم. أمن عباد البقر وعباد الشجر وعباد الحجر، وأمن كل من يعبد غير الله من الغارات، واستهدف المسلمون. مناطق الاشتعال في العالم الآن هي بلاد المسلمين فقط، بلاد المسلمين فقط. ده ايه معناه؟ معناه الأمة تلعب وتشارك الذي يغزو ديارها والذي يذل أهلها وينهب ثرواتها، يشاركهم في أعيادهم. والله ما يفعلها عاقل أبدا. ينبغي الرجوع إلى الله، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. مخالفات بتعمل الآن ديار المسلمين. قد استرد السبايا كل منهزم. كل إنسان في الدنيا له سبايا استردها، لم يبق في أسرها إلا سبايانا. ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. هذه المعاناة التي يعني يعانيها المسلمون الآن. أهل العلم يصرخون ليل نهار: يا شعب أفيقوا، يا ناس، يا مسلمون أفيقوا، الطوفان قادم، ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرزه، كما قال أبو بكر لعمر: